أهلا وسهلا بكم متابعي الكرام أينما وجدتم إلى حلقة جديدة وإلى موضوع جديد. وربما هذه المرة المواضيع ستكون مختلفة ربما إلى حد ما عما سبق. هذه المرة لدينا موضوعين. الأول يتعلق بإحدى القنوات التلفزية التابعة لنظام العسكر في الجزائر، والتي قامت باستطلاع في الشارع الجزائري حول، أو هذا هو الظاهر، حول ما لتسأل الناس من من المنتخبات العربية ستقومون بتشجيعه. والموضوع الثاني يتعلق بزيارة أسعد الشرعي الناشط اليمني للمغرب. وموضوع أسعد الشرعي صراحة فقط لأنه توصلت بالعديد من الرسائل عبر الخاص تحثني فيه عن ما هو موقفي من زيارة أسعد الشرعي إلى المغرب. أولا نتحدث عن القناة التلفزية الجزائرية، والتي كانت قد قامت باستطلاع في الشارع لتسأل الناس عن أي المنتخبات العربية تودون تشجيعها. المنتخبات العربية يقصدون المغرب وتونس وقطر والعربية السعودية. لكن ليس هذا هو الغريب. الغريب هو في طريقة طرح السؤال. فهم كانت تتحدث أي منتخب عربي ستقومون بدعمه بتشجيعه، هل المغرب؟ وكان أغلب المستجوبين يقولون لا، ندعم تونس أو ندعم العربية السعودية. لكن ما أثارني هو جواب شخصين اثنين. هذين الشخصين لما سئلوا عمن أي منتخب عربي ستقوم بتشجيعه في كأس العالم، قالوا سنشجع المغرب. فهنا اضطرت المستجوبة لقطع الحديث معه. هل المغرب لهذه الدرجة عبارة أو كلمة المغرب أصبحت ترعب الجنرالات، ترعب النظام العسكري هناك؟ والله هذا غريب، لم أراه إلا في ذلك البلد. ليفهموا شيئا واحدا، أن وجود الفريق المغربي في نهائي في كأس العالم في قطر هو نتيجة لعمل متواصل من القائمين على الميدان الرياضي في هذا البلد، وحتى من المنتخب. وصل إلى كأس العالم، كان من الفرق العربية التي وصلت لكأس العالم. وتشجيع المغرب هو ليس لن يتأثر بعدم تشجيع بلد بعينه للمنتخب المغربي، فهو له ما يكفيه. كل العرب سيشجعونه. نحن نتحدث عن 450 إلى 460 مليون عربي. كل هذه الكتلة السكانية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط أكيد ستدعم المنتخبات العربية، ومن ضمنها المنتخب المغربي. وصراحة المنتخب المغربي هو الأكثر حظا بجميع المعايير، هو الأكثر حظا للذهاب في هذا الكأس، إلى الذهاب بالمقارنة مع
الفرق العربية الأخرى، لكنها كلها تبقى عربية وكلها نشجعها. فليرتاحوا، يعني إن شجعوا فلن يتغير شيء، وإن لم يشجعوا فلن يتغير شيء. فالأمور يعني ستبقى كما هي، يعني فليرتاحوا وليريحونا منهم. نتحدث الآن يعني لنمر إلى موضوعنا الثاني، وهو زيارة الناشط اليمني أسعد الشرعي. أسعد الشرعي، والله يعني أنا شخصيا رأيي في أسعد الشرعي أنه مواطن يعني يمني مقيم في بريطانيا في لندن، وله ما له وعليه ما عليه. زيارته للمغرب أعتبرها أنها زيارة عادية، يعني لم ولن يقدم شيء أو إضافة لهذا البلد. إن قال شيئا جيدا فشكر الله سعيه، وإن لم يقل فشكر الله سعيه أيضا. يعني المغرب ما يحتاج أو لا يحتاج لمن يدافع عنه، لأن المغرب يمتلك كفاءاته الوطنية ويمتلك أبناءه ليدافعوا عنه. وإذا كانت هناك حرب إعلامية تشن على هذا البلد فهناك حائط صد منيع من الوطنيين ومن أبناء هذا البلد. فلا نحتاج إلى أي شخص كائنا من كان من خارج البلد أن يدعي أنه يقوم بأي شيء خدمة لهذا الوطن، لأنه كما قلنا الوطن له كفاءاته، والمغرب له كفاءاته عبر التاريخ، وكان دولة عظيمة عبر التاريخ، وسيبقى يعني دولة عظيمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن شكر الله سعيك أسعد الشرعي. ويعني إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. متابعي الكرام، إلى حلقة قادمة بحول الله، ونتمنى لمنتخبنا الوطني أن يعني النجاح، وأن يذهب في يعني إقصائيات أو في كأس العالم، أن يشرفنا وأن يمثل المغرب أحسن تمثيل، وأن يمثل هذا الجسم العربي الكبير أحسن تمثيل. وحفظ الله المغرب حكومة وملكا وشعبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى هنا متابعي الكرام أشرفت هذه الحلقة على نهايتها. موعدنا إن شاء الله في حلقة قادمة، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، وأقول لكم حفظ الله هذا البلد من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.